ومع أيضا القيام بعمليات توقيف في الأراضي الفرنسية. أريد أن نعبر عن تضامن الأمة برمتها مع الكاثوليك الفرنسيون هنا وفي الخارج. بعد اغتيال الأب عاميل من جديد تم استهداف المسيحيين الكاثوليك في بلدنا قبل أعياد القديسين. نحن نقف إلى جانبهم حتى تستطيع هذه الديانة أن تمارس شعائرها بحرية. هذه قيمنا وهذا هو بلدنا. الكل يستطيع أن يؤمن وألا يؤمن، والجميع يستطيعون أن يمارسوا شعائرهم. واليوم الأمة برمتها تقف إلى جانب مواطنينا الكاثوليك. الرسالة الثانية التي أريد أن أوجهها إلى مدينة نيس بحضور رئيس البلدية. سكان هذه المدينة الذين عانوا من هذا الجنون الإرهابي الإسلاموي، هذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي تعرض بلدكم إلى هذا الإرهاب، والعالم كله شهد على ذلك وينظر إلينا. هنا أيضا أريد أن نعبر عن دعمنا ودعم كل الأمة. إن تم الهجوم علينا مجددا اليوم، يعود ذلك إلى قيمنا وإلى تمسكنا بالحرية وإلى تمكننا من العيش بحرية وعدم الانصياع للإرهاب. وأقولها بكل وضوح: لن نتنازل عن أي شيء. في هذا الصباح قمنا برفع مستوى التأهب في كل الأراضي الفرنسية من أجل التكيف مع هذا الاعتداء أو التهديد الإرهابي. قررت بأن يتم تعبئة العسكريين بصورة أكبر في الأيام القادمة في إطار عملية سنتينيل الخفر. سنرفع العدد من 3000 إلى 7000 عسكري، وبالتالي سنقوم بحماية كل أماكن العبادة ولا سيما الكنائس حتى نستطيع الاحتفاء بأعياد القديسين في الأول من نوفمبر. وأيضا سنقوم بحماية المدارس في العودة المدرسية. غدا سنقوم بالاجتماع في إطار مجلس للدفاع، وسنتخذ قرارات جديدة في استمرارا لما قمنا به في الأشهر الماضية ولما أعلنته في مؤتمر ليميغو وما نقوم به بصورة دائمة. أريد أن أشيد هنا بعمل الحكومة وبعمل وزير الداخلية ووزير العدل. إن المدعي العام في الساعات القادمة سيدخل في تفاصيل ووقائع ما حدث في صباح هذا اليوم فيما يتعلق بالتسلسل الزمني والجاني. إذن ليس من واجبي أن أعلق على ذلك، ولكن أريد أن أؤكد على تصميمنا الكامل والمطلق، وإن الأعمال ستستمر في هذا المسعى من أجل حماية مواطنينا. إذن هي رسالة صارمة أريد أن أرسلها اليوم. أخيرا أريد أيضا أن أرسل رسالة اتحاد ووحدة. في فرنسا ليس هناك سوى مجتمع واحد، وأريد أن أتوجه إلى كل الفرنسيين بغض النظر عن ديانتهم سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين. علينا في مثل هذه اللحظات أن نتحد وألا نتنازل أبدا وننزلق إلى روح التفرقة. الكل يشعر بالصدمة بما حدث اليوم، وبالتالي أدعو إلى الاتحاد، اتحادنا جميعا. هذه الرسالة التي جئت إلى نيس لإرسالها. أعرف معاناة منه هذه المدينة وهذه المقاطعة. كنت إلى جانبكم بعد الفيضانات التي حدثت قبل فترة في هذه المقاطعة. نقدم الدعم إلى نيس وإلى كاثوليك فرنسا، رسالة الوحدة والحزم، ونحن سنستمر في ذلك اليوم وغدا.